السلام عليكم اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ طمنوني عليكم. رمضان كريم علينا وعليكم. اخباركم ايه يا حبايبي؟ معكم ام يوسف من قناة بنت العمدة ام يوسف. ان شاء الله النهاردة هقدم لكم فيديو جديد. فيه هدية حلوة جات لي بمناسبة شهر رمضان، هفرجكم عليها في اخر الفيديو، خليكم معايا. عايزة اتكلم معاكم شوية على رمضان وحالة البيت في رمضان عاملة ازاي. واعذروني ان انا بقالي فترة ما بنزل لكمش فيديوهات، والله يا حبايبي غصب عني عشان انا في شغل، فطول اليوم في الشغل. برجع قبل الفطار حاجة بسيطة يدوب بحضر الفطار. بعد الفطار الواحد بيريح شوية، وبعد الصلاة وبعد ما نشيل الاكل وكده خلاص بتصحي تلاقي السحور، فاليوم بيضيع الصراحة. بس هنعمل ايه، الحمد لله، ربنا يعود علينا وعليكم الايام بخير، وكل عام وانتم بخير. جات لي شنطة رمضان تاني، حبيت أشاركها معاكم. المرة دي شنطة رمضان جايالي من ولاد عمي. كل عام وانتم بخير يا أبو حمزة، وانت يا أبو سوسو. ربنا يعود عليكم الأيام بخير يا رب، ويهنيكم كده ووسع رزقنا ورزقكم إن شاء الله. محتويات الشنطة زي ما انتم شايفين: علبة سمنة، و2 كيلو مكرونة، و2 كيلو رز، وإزازتين زيت اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. يعني حبيت اشاركها معاكم، انا مش بخبي حاجة عن متابعيني. وباكو شاي اهو، و2 زيت فعلا. كل عام وانتم بخير، وربنا يوسع عليكم ويجعل بيوتكم مليانة خير. هنلم بقى الحاجة زي ما انتوا شفتوا كده اهو: 2 مكرونة، 2 رز، 2 سكر، 2 زيت، علبة سمنة، باكو شاي. حلوين، وعقبال كل سنة ويعود عليكم الأيام بخير ويوسع أرزاقكم يا رب. كده عدوا ال10 أيام الأولانيين في رمضان، زي ما قال رسولنا عليه الصلاة والسلام: شهر رمضان أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. ربنا يجعلني وإياكم يا رب من عتقاء الشهر الكريم من النار، ويجعلنا من أهل الجنة إن شاء الله، ويعود علينا وعليكم الأيام بخير. خلاص كده عدوا ال10 أيام الأولانيين، بدأنا في ال10 التانيين. وخلاص كده اللي عايزة بقى تكسي عيالها، اللي عايزة توضب شقتها، اللي عايزة تنجد، اللي عايزة تغير الستاير، اللي عايزة تبيض الشقة. ال10 أيام التانيين دول برضو مع الصيام فيهم شوية شغل وكركبة برضو. واخر 10 ايام بقى كحك العيد والخبيز والحاجات الحلوة اللي انتوا عارفينها. تمام، دي الهدية اللي جات لي في شهر رمضان، اول مرة تجيني هدية بالشكل ده. حبيت اشاركها معاكم واوريكم. الهدية دي جاياني من اخويا الصغير ابراهيم ابو سوسو. ربنا يعود عليك الايام بخير يا ابراهيم، وبارك لك في بنتك، وبارك لك في رزقك وفي صحتك وعافيتك يا رب، ويوسع عليك. ده ابراهيم بقى ما شاء الله، يعني ما بتفوتوش واجب، ما بيفوتوش مناسبة. ربنا يحميه ويبارك فيه يا رب. جاب لي الهدية الحلوة دي زي ما انتوا شايفين، مجموعة رمضان كريم. شوفوها معايا، بصوا، يعني دي زي مبخرة على شكل هلال، وفيها مكان للفحمة اللي بتتحط فيها، يعني تتسخن الفحمة على البوتاجاز وتتحط في الطبق الصغير ده وعليها البخور. وفي اللي اكبر شوية دي اللي عاملة زي المسجد، وفي الكبيرة دي اللي على شكل جامع او على شكل مئذنة. وفي واحدة تاني اهي، دي
مكتوب عليها رمضان كريم. دي شكلها هلال رمضان، مكتوب عليها رمضان كريم. ايه رأيكم في شكلها؟ بصوا جميلة ازاي، تحفة الصراحة. بس مشكلتهم ان هم زي جبس، يعني معمولين من مادة خفيفة، فأقل خبطة ممكن يتكسروا. هحاول احافظ عليهم على قد ما اقدر، واحاول اعرضهم في الفيديوهات بس بحرص. ده الغطا بتاع التانية اللي هي شكلها زي المسجد دي. ده الغطا بتاعها، بص شكله حلو ازاي. تسلم ايدين اللي عملهم، وتسلم ذوق اللي اشترى، وربنا يعود علينا وعليكم الايام بخير. ايه رأيكم في شكلهم؟ بصوا تحفة. ان شاء الله الاسبوع الجاي هنبدأ في خبيز العيد. عايزاكم تكتبوا لي في التعليقات عايزيننا نعمل خبيز ايه. قولولي عايزين كحك، عايزين بسكوت، عايزين غريبة، عايزين بسكوت، ايه اللي انتوا عايزينه، ايه نوع المخبوزات اللي انتوا عايزينها. اكتبوا لي في التعليقات نبدأ بايه. وان شاء الله يكون عيد سعيد علينا وعليكم، وربنا يعود علينا وعليكم الايام بخير. وعلى قد ما اقدر هعمل لكم فيديوهات، ما تزعلوش مني. بصوا دي الاسترتش اللي متغلف بيها المجموعة اللي هو فيه البابلز دي. يعني انا بفرح بالاسترتش ده اكتر من الهدية نفسها. بفضل قاعدة كده اطرقع فيهم كده واتسلى عليهم. انا وعيالي بنتخانق عليها مين ياخدها. دي الصينية بتاعتهم لموا فيها كلهم. بس شكلها حلو ازاي. تسلم ايدين اللي عملها. تمام يا حبايبي اهي. ربنا يبارك لكم في اولادكم وفي رزقكم، وربنا يعود عليكم الايام بخير. يعني الواحد بصعوبة مش قادر ان هو يصور الصيام. الواحد مش قادر يصور بالنهار لان ببقى في الشغل، مش قادر اصور بالليل بعد الفطار. الواحد بيبقى تعبان ومجهد فمريح. يعني بصحى كده على الساعة 11 12. لو الواحد هيصلي او في مواعين هصبنها او في شوية غسيل هغسلهم، فمعلش بقى بتبقى الدنيا مكركبة على الواحد. ربنا يعود عليكم الايام بخير. وخلاص هانت، خلاص شهر رمضان هو عدى نصه. الاسبوع الجاي هنلقى والله لسه بدري. وفعلا شهر رمضان من احب الشهور الى الله، ومن اجمل الشهور اللي بتعدي هوا. يعني على ما نقول رمضان جه كل سنة وانتم طيبين، على ما تلاقي نص رمضان جه، على ما تلاقي خلاص والله لسه بدري. ما بنلحقش نشبع من رمضان. ربنا يعود علينا وعليكم بخير يا رب. ده شكلهم مع بعض. يلا مش هطول عليكم الفيديو اكتر من كده. كل عام وانتم بخير. ما تنسوش الاشتراك في قناتي بنت العمدة ام يوسف. اللي ما اشتركش منكم يشترك ويشرفني بوجوده في قناتي. وتكتبوا لي تعليق حلو منكم ولايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.